موبايل فئة متوسطة، شاشته بتدعم الدولبي فيجن، ومعاه مقاومة مية IP 69K، كاميرات 200 ميجا بكسل. السؤال هنا، هل الريدمي نوت 15 فعلا صفقة السنة دي ولا مجرد أرقام على ورق؟ خليك معايا للآخر، هنتكلم عن كل حاجة في الريدمي نوت 15، ومش هقول لك مواصفاته خلاص، هقول لك هل ينفع فعلا معاك ولا لأ من الآخر حرفيا يعني. أول حاجة هنتكلم عنها وهو تصميم وخامات الموبايل. رقم 2 هنتكلم عن شاشة الموبايل. رقم 3 هنتكلم عن المعالج وأداء الموبايل. رقم 4 هنتكلم عن كاميرات الموبايل، وبعدين هقول لك بعض العيوب من وجهة نظري في الموبايل ده، وهقول لك في الآخر فعلا الموبايل ده يستاهل إنك تدفع فيه فلوس فعلا ولا في بدائل أفضل. هتعرف كل ده في الفيديو دلوقتي، خليك معايا. أول حاجة قلنا هنتكلم عنها وهي تصميم وخامات الموبايل. الموبايل هنا وزنه 210 جرام، سمكه 8 مللي، خامته من البلاستيك. طيب هو خامته من البلاستيك بس هو موبايل كويس. هو مش معنى إن هو خامته من البلاستيك يبقى هو موبايل وحش، لا هو موبايل كويس. شكله شيك جدا، شكله حلو قوي. بس في الاول وفي الاخر خامته من البلاستيك. ده في اصلا مفاجاه شركه شاومي حاطه لك هنا ان هو مقاوم للصدمات لحد 2 متر ونص. يعني تخبط الموبايل، ترزع في الموبايل، هو حرفيا مش هيتكسر منك. وقت ما تكون زهقان اخبط اي حد بيه، هو كده كده الموبايل مش هيتكسر منك. عنده مقاوم للصدمات جدا لحد 2 متر ونص. وفوق كل ده جايب معيار امان IP 68 واي بي 69K، وده حاجه نادره جدا اصلا انت تشوفها في الفئه دي. يعني تنزل تعوم بالميه يعوم معاك، تحطه في ميه مغليه برضه الموبايل شغال، تكسر الموبايل شغال. ودي حاجه فعلا نادره ان انت تشوفها في الفئه دي. هنتكلم بقى عن أقوى حاجة في الموبايل تقريبا، وهي نقطة الشاشة. الموبايل هنا جاي بشاشة أموليد 6.83 إنش 320 هرتز دقة 1.5K. الحلو بقى في الشاشة إن هي بتدعم ال HDR 10 بلس والدولبي فيجن، سرعة فعلي بيوصل لحد 1900 شمعة، وده رقم مش هزار خالص، ده رقم مش قليل. الشاشة دي أصلا كفيلة لوحدها إن هي تخلي أصلا أي حد يشتري موبايل من جمال وحلاوة الشاشة وألوان الشاشة الجميلة. دي احسن موبايلات اصلا بتاع في السعر. ناخد بقى على تالت نقطه معانا وهو الاداء والبروسيسور اللي جاي منه الموبايل. الموبايل ده جاي بمعالج دايمنستي 7400 الت. المعالج ده 4 نانومتر، جايب معالج رسوميات مالي جي 615، والمعالج ده مستقر جدا واداؤه ثابت ومش بيسخن بسهوله. لو هتلعب على لعبه زي بابجي هتلاقي اللعبه مستقره جدا معاك، يقدر يشغل لك اللعبه على 90 فريم ريت من غير ما يلاج. ولو تاخد بالك البروسيسور ده كان جاي في الانفينكس نوت 50 اس. البروسيسور ده اللي اقل منه على طول اللي هو كان ال 7200 الترا اللي كان جاي في الانفينكس نوت 50 اس، وكان بيشتغل ب 90 فريم والبنسي كانت قلبه بيه الدنيا. هم دلوقتي حاطين ال 7400 الترا في النوت 15 برو، والبروسيسور اللي في النوت 15 برو ده هو بروسيسور كويس جدا ويعتبر اقوى من ال 7200 الترا بشويه، مش بكتير بس هو اقوى منه واحدث منه. في ملحوظه عن المعالج ده مهمه جدا هقولها لك كمان شويه. نتكلم بقى على رابع نقطه معانا وهي الكاميرات. الكاميرات هنا بتاعت الموبايل ده طلع صور. كاميرا هنا 200 ميجا بكسل المثبت البصري. تفاصيل هنا في الكاميرا قويه جدا 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 في الاضاءه، بتصور فيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه. ومش عايز اقول لك ان الفيديو في الكاميرا ده مش احسن حاجه، لان في منافسين احسن شويه في الفيديو، بس كصور وتفاصيل فهي كاميرا بجد جميله جدا جدا. في الفئه دي كاميرا تحفه، هتلاقي التفاصيل فيها عاليه قوي، تشبع الوان بتطلع لك حرفيا صوره تحفه. والموبايل هنا جاي بصوت ستيريو، بيدعم ال NFC والاي ار بلاستر، وبيدعم شريحتين واسم. فهو موبايل عملي جدا جدا في الاستخدام اليومي، بالشاشه التحفه اللي اتكلمنا عنها من شويه، والبروسيسور المستقر جدا لسه كنا بنتكلم عنه اللي هو الدايمنستي 7400 الت. وشركه شاومي قالت لك هزيد الحلاوه حلاوه، وحطيت لك بطاريه هنا 6580 ملي امبير. يعني حتى لو استخدامك تقيل هتقضيك يوم عادي مستريح او يوم ونص كمان، يعني تقدر تكمل بيها لحد تاني يوم الصبح. ولو استخدامك متوسط تقدر تكمل بيها اليومين. وحط لك هنا بقى شاحن 45 واط، شحن سريع. وصلنا هنا ان في شحن اصلا عكسي في الموبايل ده، ودي نقطه قويه جدا لصالح الموبايل. حرفيا ما فيش اصلا موبايل بالسعر ده فيه اصلا شحن عكسي حتى لو 5 واط. كلمتك دلوقتي عن الموبايل ومميزات الموبايل ومواصفات الموبايل. تعالى بقى اقول لك عن بعض الحاجات من وجهة نظري انا شايفها مش احسن حاجه في الموبايل. اول حاجه ان خامات الموبايل من البلاستيك. هتقول لي البلاستيك احسن من الازاز، في ناس ممكن تحب البلاستيك احسن من الازاز ان هو بيبقى كويس ويتحمل الصدمات اكتر والكلام ده. بس انا من وجهة نظري انا احب الموبايل بريميوم اللي بيكون ظهره ازاز وفريم معدن وموبايل ساقع كده، حرفيا يحسسك انت ماسك موبايل، ماسك، تحس انت ماسك حته الماس حرفيا. لا لا بجد الموبايل خاماته كويسه ومتعوب عليها. انا عيب معايا واللي هو مثلا، وممكن بعض الناس تحس ان ده عيب ان الموبايل فيه يصور 4K 30 فريم في الثانيه، الا اني مش شايف ان العيب ده يستاهل اصلا ان انا اتكلم عنه. في بقى عيب تاني من وجهة نظري ان البروسيسور ده مش اقوى بروسيسور في الفئه دي. المعالج ده حرفيا هو معالج قوي ويقدر يشغل لك حاجات كتير جدا. بالاستخدام اليومي مش هتقابل
الاستخدام اليومي هتلاقي الموبايل ده بيطير معاك، هتلاقي الموبايل ده سريع جدا مفيش اي لاجات، بس لما تتقل على الموبايل وتيجي تلعب عليه جيمز والكلام ده كله، تلعب اللعبه زي بابجي مثلا 90 فريم، هيشتغل معاك بكل سلاسه وكل حاجه، بس هيلاج منك لو تقلت عليه، لو تقلت على الموبايل فعلا هيلاج منك. فانت لو هتلعب عليه هات له مبرد، لان المبرد ده مهم جدا لاي موبايل، حتى لو اغلى منه 3 اضعاف عايز مبرد. لو جبت 17 برو ماكس ولعبت عليه لعبه زي بابجي والموبايل سخن منك طبيعي هيلاج، فانت لازم مبرد. الخلاصه بقى، لو عايز شاشه وبطاريه ومقاومه للميه وتجربه مستقره جدا، فريدمي نوت 15 هيكون اختيار قوي جدا. بس لو بتدور على اقوى بروسيسور او فيديو احترافي مثلا تصور بالموبايل، فبص على بدائل تانية، هتلاقي في بدائل تانية أفضل بكتير. ولو عايز فعلا بدائل تانية، لو عايز بروسيسور قوي جدا، فهتلاقي بنفس الفئة السعرية دي هتلاقي البوكو اكس 6 برو، البوكو اكس 7 برو، تلاقي الريدمي تيربو 4 برو، الريدمي تيربو 3، كل دي موبايلات قوية أوي 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 في البروسيسور بتاعها، تقدر تشغل لك أي لعبة على أعلى فريم ريت. لو عايز موبايل للتصوير والكلام ده، فعليكوا على أي موبايل من شركة أبل بنفس الرينج هيصور لك فيديو كواليتي محترمة جدا. فشوف أنت عايز الأداء ولا عايز الكاميرا ولا عايز الاتنين. انت لو عايز الاداء يبقى خليه في موبايل جيمنج، وكده كده هو في كاميرا برضه كويسه بس مش احسن حاجه. لو عايز الكاميرا خليه في شركه ابل. لو عايز موبايل للاستخدام اليومي وبروسيسور كويس وشكله شيك ومش عارف وكاميرا كويسه ومتكامل الى حد ما، خليك في النوت 15، موبايل قوي جدا وهيقطع الدنيا الفتره الجايه. لو الفيديو ده فادك نزل فعل زر الجرس واستنى مني كل جديد.